السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا النهاردة جميلة جدا من وصفات زمان. لو نرجع شوية كده لزمان هنلاقي مفيش أحلى من وصفات زمان. الوصفة دي بجد كنز مش اختراع. لو عندك برتقانة في البيت هيبقى عندك كنز. أول حاجة هنجيب برتقانة هنغسلها غسلة كويسة جدا، وبعد كده هنجيب السكينة هنقطعها من فوق بالشكل ده. شايفة هتقطعي كده الجزء اللي من فوق ده. ودلوقتي هنجيب السكينة الرفيعة. كنت هقورها بالسكينه دي بس لقيت السكينه دي كبيره هتبوظ معايا البرتقانه، فهجيب السكينه المشرشره الصغيره دلوقتي وهنقورها بيها. هتقوري القلب كده بس حاولي تخلي برضو جزء من القلب موجود. اتمنى منك لو اول مره بتشوفي قناتي يا ريت تشوفي فيديوهاتي وتقيميها، ولو شايفاني بقدم محتوى هادف واستحق اللايك يا ريت تعملي لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. قورت البرتقانه بالشكل ده وسبت كمان جزء من القلب موجود. وخلاص كده البرتقانه بقت جاهزه معايا. دلوقتي هناخد البرتقانه دي وهنروح بيها على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. على اصغر عين في البوتاجاز عندك طبعا هشغلها على نار هاديه، وهنحط البرتقانه بالشكل ده وهنسيب البرتقانه لحد ما تنزل كل العصير اللي فيها، وهنرجع نشوفها مع بعض. ما تقلقيش البرتقانه القشر بتاعها هيتحرق من بره عادي جدا، احنا مش محتاجين القشر في حاجه، احنا عايزين العصير اللي من جوه بس. هديت النار طبعا عليها وهسيبها لحد ما تنزل كل كميه السائل اللي فيها. وحاولي كده بالمعلقه اقلبي المعلقه كده وقلبي فيها بحيث تساعديها ان هي تنزل كل العصير اللي فيها. شايفين طبعا القشره من بره خلاص بدات تتحرق، مش مشكله متقلقيش نفسك بكده. وصفه جميله جدا بتقوي جهاز المناعه. لو كمان عندك نزلات برد متكرره جدا الوصفه دي رهيبه. لو في كحه او سعال بتقضي عليه تماما. الوصفه دي فعلا تحفه تحفه، اتمنى فعلا تجربوها. الوصفه دي والوصفه اللي قبلها كنز. ودلوقتي هضيف شرائح من الليمون. حاولي تستفيدي كده بالموسم بتاع البرتقال كده بيبقى كتير، خصوصا موسم الشتاء ونزلات البرد والامراض اللي منتشره دي، ربنا يحفظنا يا رب ويحفظ اولادنا. حاولي تعملي لهم الحاجات دي عشان تقوي جهاز المناعه بتاعهم. وكمان هنضيف ربع معلقه من الجنزبيل البودر. تقدري تضيفي باكت من اليانسون، او تقدري تضيفي كمان باكت من حبه البركه. هيغني كويس جدا، بس انا كانوا طالبينه بالجنزبيل فانا ضفت جنزبيل. هسيبه كده لحد العصير مع الجنزبيل مع الليمون ما يغلو، وبعد كده نشوف هنضيف عليهم تاني ايه. حاولي كده بالمعلقه كل شويه تقلبي فيهم بحيث تساعد البرتقانه كل السائل اللي فيها ينزل. ودلوقتي هنضيف معلقه من العسل الابيض، معلقه صغيره كده هنضيفها على العصير ده او على السائل ده. وبكده تبقى قوتي جهاز المناعه بتاع ابنك او بنتك. الوصفه دي رهيبه، عايزه اقولك سحر. ان شاء الله كده تجربيها خصوصا في الشتاء. دايما بعمل الوصفه دي هي والفيديو اللي قبل ده. الوصفه كانت رهيبه جدا، عايزه اقولك كنا دايما عايشين على المضادات الحيويه ما كانتش بتجيب اي نتيجه. من اول ما لجأت للوصفات الطبيعيه دي عايزه اقولك تحفه. ان شاء الله كده تجربيها وهتعجبك جدا. واتمنى لو الفكره عجبتك لايك كتير للفيديو واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني اشعار بكل جديد. وخلاص كده سبتهم يغلوا كده حوالي دقيقه كده مع بعض. شايفين السائل بدأ يزيد او العصير اللي في البرتقانه بدأ يزيد، لان كل العصير اللي في البرتقانه خلاص خرج لما البرتقانه سخنت. وشايفه كمان القشر اتحرق، مش مشكله عادي. شايفه كده كل شويه كده بالمعلقه بقلب بس بالراحه عشان بس العصير ده او السائل ده ما يقعش منك على البوتاجاز ويبهدل البوتاجاز. وخلاص كده دلوقتي خلاص كده هنطفي البوتاجاز وهسيبها لحد ما تهدى بس كده 5 دقايق، او يعني هي خدت دقيقتين بالظبط في الجو الساقع اللي احنا فيه ده وكانت هديت. ودلوقتي هنجيب كوبايه وهنفضي السائل اللي في البرتقانه. هنطلع الاول كده شريحه الليمون. شايفين صفت كل العصير اللي فيها مع عصير البرتقانه. عايزه اقولك المشروب ده سحر. هتاخدي المشروب ده على نص كوبايه من الميه الدافيه وتشربيه على الريق قبل الفطار الصبح. عايزه اقولك روعه، ان شاء الله كده تجربيه وهيعجبك جدا. اضغطي كده على البرتقانه عشان تصفي كل العصير اللي فيها.
انا خدت البرتقانه كمان كده بمعلقه وهرستها، نزلت كل السائل اللي فيها، ودي الكميه دي تاخدي منها كده بالمعلقه وتحطيها على نص كوبايه ميه، لان العصير ده مركز. وان شاء الله تجربي الوصفه وتعجبك جدا. واتمنى منك اشتراك في القناه عشان قناتي تكبر بيكم، والكل كده يقدر يشوف الفيديو او يستفاد من الوصفه. ودي كانت وصفتي النهارده، اتمنى تعجبك واشوفك في فيديو جديد. باي.